مواجهة كبيرة جدا بتجمع ما بين أكبر ناديين في العالم، بطل القرن الأفريقي مع القرن الأوروبي. هيواجه بعضهم، وريال مدريد هيواجه النادي الأهلي في يوم الأربعاء القادم في كأس العالم للأندية في أولى مباريات الفريقين الرسمية. النادي الأهلي اللي شارك في البطولة 8 مرات ودي المشاركة رقم 8 ليه، وريال مدريد اللي شارك في البطولة 6 مرات دي السادسة ليه برضه. هداف النادي الاهلي في البطوله هو محمد ابو تريكه باربع اهداف، وهداف ريال مدريد في البطوله هو كريستيانو رونالدو بسبع اهداف. مباريات في الفريقين هما محمد ابو تريكه ووائل جمعه ب 11 مشاركه، وايضا توني كروس بتسع مشاركات. اكبر ارقام الفريقين في كاس العالم كانت وهي فوز النادي الاهلي بالبرونزيه لثلاث مرات، وايضا فوز ريال مدريد بالذهبيه لاربع مرات. ريال مدريد هو الاكثر فوزا في بطوله كاس العالم ب 10 انتصارات، وايضا النادي الاهلي هو ثاني اكتر نادي فوزا بالمباريات بثمان انتصارات. النادي الاهلي هو اكثر نادي تحقيقا للهزيمه في البطوله ب 11 هزيمه، وايضا ريال مدريد اتهزم في مباراتين فقط في تاريخه في البطوله. طبعا مستنيكم في الكومنتس تقولوا لي مين اللي هيقدر ان هو يحسم مباراه الاربع الجاي في المباراه الرسميه بين الاهلي وريال مدريد، وهل يقدر النادي الاهلي لتحقيق المفاجاه ويوصل لنهائيات البطوله. يلا مستنيكم في الكومنتس، تشرفوني.